ده الشيخ أسئل الناس دي بطريقة حارة، ما في هدنة، الناس دي تكون مستعدة، ما في هدنة. يلحقوا ناس بحري ولا يلحقوا ناس عبد الرحمن ديل، ما في هدنة نهائي، هدنة نهائي ما في. الناس دي داري يدقوا الإذاعة، داري يدقوا الإذاعة كلها، داري يدقوا الإذاعة كلها. ما في هدنة نهائي، ما في هدنة، ما في هدنة. ما في هدنة نهائي. الناس دي داري يدقوا الإذاعة طيران. الناس دي تختفي تثبت نفسها زي الناس، ويلحقوا الناس اللي بيسرقوا دول يلحقوهم سريع، يلحقوا الناس دي بأقل إمكان يلحقوا الناس دي. الناس دي كسروا هزيمتنا بالحالة النفسية، بالفيديوهات. كسروا هزيمتنا نهائي بالحالة النفسية، بالحالة النفسية كسروا هزيمتنا نهائي. يلحقوا الناس دي يتكلموا كلام حار، ما تتكلموا كلام ساكت. كلام ساكت ما ينفع نهائي. ويلحقوا بحري دي، بحري دي يلحقوا الناس دي كنتيبة يلحقون. شوف ناس جاي لي ناس وين دخلوا يلحقوا ناس بحري دي، لأنه ناس بحري دي كان انكسروا ثاني ما في حاجة. وناس الجبل ذاته خلوه طريقة جبل غادي يكون أفضل ذاته، لأنه ما في حاجة ثانية. لكن بحري ومدرمان ده كان الشغل ده خلاص قد خلاص الموضوع بينتهي. لأنه في ناس كتار بقول لك الناس اللي ملصوا بيقوا شغالين سرقة في سوق ليبيا وشغالين بيكسروا الدكاكين. فيهم كتار ناس يفزوا الولايات سايقين عربات ناس هناك في الولايات، لسه خبر كله جميع الولايات تابعين للدعم السريع. الناس المجندين من كوسي ومن ربق ومن تندلتي دي كلهم، كل الناس دي ساووا عربات الناس جربوها هناك. السنة بتنقل في معلوماتهم. ما في هدنة. رجال الناس يقول لهم ما في هدنة، ما تنقل له رسالتي دي، امسحوا رسالة تبارك وطريقتك، ما في هدنة نهائي. هسه انا في خبر لقيت من مقدم ساكن العباسية بانت، الكلام ده مترسل في رسالة، خبر من العباسية بانت مقدم، قال البنات الطومات بتاعت الطيران ديل، الطيارة فضلت اثنين، الطيارات الاثنين الطومات ديل دارت تشتغل الليلة شغل قرف في مدرمان. دارت تشتغل شغل قرف ودارت يشتغلوا مشاه، يجيبوا ناس من وادي سيدنا ماشيين مشاه. دارت تشتغل قرف، وري الناس دي كلها الجروب ده كله يكون عارف. داروا يشتغلوا مشاه، يشتغلوا طيران بفوق، حددوا المواقع كلها الناس اللي قاعدين فيها، في مواطنين ذاتهم قاعدين يبلغوا. الكلام ده ارفع من الصباح، ارفع الكلام ده من الصباح. ما يقولوا مو في الخط نازل. ناس جبلوا لي ذاتهم في ناس ينسحبوا، المسيريه دي ذاتهم في ناس ينسحبوا يجوا بحري. ناس شرقانيين ذاتهم في ناس يجوا بحري. يا الإمام كيف الأحوال؟ صباح الخير إن شاء الله. طيب يا أخوي الناس زي كوري كون على كلا، خلوهم يغيروا الخطة بتاعت بحري دي. بحري دي فيها لا شماشة صعاليق بيكسروا عربات الناس وبيوت الناس، عشان كده الشارع دي ما ماشية لقدام. الناس دي كلها مثبتة، ناس درمان بتاعين فوضى، ناس بحري بتاعين فوضى، خلوهم يغيروا الناس دي بمسيرية. أي زول بيعرفوه من المدينة دي، العين بتاع المدينة يسحبوه يودوه حتات بس بتاع التأمين يكون قاعد. أما الشغل بتاعت الارتكازات بتاعت الشغل بتاع البحري ده لازم يكون فوق ناس من شمال دارفور ولا ناس من جنوب دارفور. الناس ده شغل ده ما بيقدروا عليه، الشغل ده كان فتحوا الكباري قفلوا الكباري بتعبوكم. اقسم بالله الناس زي الجبانين، اقسم بالله العظيم الناس زي الجبانين. يلقوا فيكم فرصه اقسم بالله يتعبوكم تعبوا يفتروكم فتر، والله عمركم ما تجيب لكم قايمه. الموضوع ده الناس ما يتماشوا معاه ساكت، ماشوا الموضوع ده عادي، الموضوع ده ما عادي بالمناسبه. الموضوع ده ما عادي، في ناس هسه قاعده جوا البيوت دي شفتها وشغالين مع الناس زين، مواطنين عاديين شغالين مع الناس زين، بالذات مواطنين بحري دين. الموضوع ده هسه ارفعوا لهم من الصباح، ارفعوا لهم بحري دي لازم ترجع، بحري دي لازم ترجع، لو ما رجعت والله العظيم تتعبوا. والله العظيم تتعبوا تعب، والله شعوركم الاجتهاد ده كله ينتهي في اللحظات. الناس اللي بيجوا يجيبوا ناس من برسوان بالطيران بنزلهم في وادي سيدنا مشوهم مشاه. واي عربيه خش الخرطوم يخليها تخش، الان اي عربيه خش الخرطوم يخليها تخش، لانه مش هذا يشتغلوا طيران ولا يشتغلوا شنو انا ما عارف. اي عربيه خش الخرطوم يخليها تخش، اي عربيه خش الخرطوم يخليها تخش. هسه الطيران ده بيجي قادر يشتغلوا طيران، الخبر عندي قادر يشتغلوا طيران شنو؟ يدقوا الخرطوم دي كلها. هسه الخبر عندي دي قادر يدقوا الخرطوم دي كلها. الناس كون دايرين يوزعوا قناصين في حته، يوزعوا قناصين في حته، يدوهم مويه ويدوهم بلح يدوهم حاجه، يوزعوا قناصين في حته في ارتكازات معينه. عليك الله، جاء الموضوع ده ما موضوع عادي، ما تتونسوا وانا ساكت. الاعلام ده يمشي منه يزحوا منه بعيد، الاعلام ده يزحوا منه بعيد، الاعلام ده يزحوا من بعيد. عليك الله، عليك الله ارفع الكلام ده، ارفع الكلام ده ضروري الان. نازل بيجيبوا ناس من اللبيض من وين 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 بالطيران بينزلوا هذا سيدنا بيضموا مشاه. خلوا قصه انه متحرك ده، خلوها قصه متحرك ده، خلوها بيجوا يجيبون طيران وادي سيدنا، بيجوا يجيبون طيران وادي سيدنا النازل بيجيبون بعد ذاك بينزلوهم ومشوهم وشبكوا بالحلفايه. الكلام ده خليكم عارفين يا جماعه، خليكم عارفين. السلام عليكم يا اهل المملكه، كيف الحال؟ ان شاء الله كويسين يا جماعه. هو الانباء طبعا هي الاسئله تداولت بالنسبه لكون الكيزان ديل فكوا شائعات ان فكوا قوات يعني قوامها 50,000 جندي ومطوق الخرطوم ودارين يقضوا على الدعم السريع. يا اخواننا ده شرك، وهم دارين يجروا ناس الدعم السريع البر من العاصمه ويستهدفون بالطيران. يا اخواننا لو عندهم تواصل مع الغاده بتاع الدعم السريع ديل، دقوا لهم او عملوا لهم رسائل، خليهم ينتبهوا، يعني ما كلهم يمرقوا
يعني يطلعوا. هسه الطيران بدأ يحوم، قبل شوية كان ما في. الطيران بدأ يحوم هسه يلف، شايفه لاف في العاصمة هنا. فما ما 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 يتقسوا، يعني ما يخلوهم جاهزين، بس خلوكم جاهزين. وممكن تطلعوا طليعة عربية عربيتين تستطع عليكم برا، كان في أي حاجة يدوكم خبر. عربية والله إن شاء الله موشة يعني بالأطراف كده إن شاء الله يلبسوا ملكي ويكونوا ماشيين حايمين بتلفوناتهم، يطلعوهم برا ساكت كده يكونوا حايمين، يلبسوا لبس عادي يعني زول يكون عارفهم ما في. يطلعوا ممكن برا كلهم بأطراف العاصمة دي كلها، يطلعوا برا يعني زي الرعوية كده، أو زي الناس يعني عاديين كده، نفر نفرين يكونوا جاهزين. لو شافوا أي متحرك يدوكم خبر، ممكن بعدك تصدلوه. لكن انتوا بعرباتكم بشنو ما تطلعوا برا العاصمة، بعرباتهم ما يطلعوا برا من العاصمة، بيستهدفوهم الناس ديل. ده اسمه استدراج، بيستدرجوا مصر كل مرة بيستدرجوا منه، مش جماعة بيضربوهم بالطيارة، بيستهدفوا الطيران بيجي بيكشفهم في العرا ساكت في الفساحات دي، وبيقوم بيضربهم بالطيران ما يطلعوا. ايوه لكن يكونوا متمركزين ومتأهبين وجاهزين، وما ما 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 يرقدوا في الغفلة. يا جماعة نبهوهم وروهم، ده استدراجهم. بيستدرجوا كل مرة، بيستدرجوا يا جماعة بدقوم بالطيران، كل مرة بيستدرجوا يا جماعة بيقولوا في متحرك جاي، الجماعة دي بيبوا بعرباتهم بيطلعوا برا وما في أي متحرك، في النهاية بيستهدفوهم بالطيران، ما عندهم أي متحركات. هو كلام اللي بيقولوا، كلام الفارغ اللي بيقولوا فيه ده. يا جماعة الرسالة ده لابد تصل، الرسالة دي وصلوها يا جماعة، وصلوا الرسالة دي.